على عكس المتوقع، عاقبت اللجنة التأديبية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم ستيفانو ماوري قائد لاتسيو بالإيقاف 6 أشهر فقط، بعد أن طلب الادعاء بإيقافه 4 أعوام ونصف العام. كما تجنب ناديه عقوبة خصم النقاط، حيث اكتفت اللجنة بتغريمه ماديا. يبدو أن التسامح أصبح السمة الرئيسية للقضاء الإيطالي فيما يتعلق بقضايا الفساد الرياضي. من جديد تخفض العقوبات المفروضة على المتهمين لتصبح عبارة عن تأدية واجب لقضاء وجب أن يكون نزيها في قراراته. آخر ما تم فتح ملفاته في قضايا التلاعب بنتائج المباريات، كان لاتسيو طرفا فيها بشكل أساسي، وعلى الخصوص مباراتي لاتسيو وجنوا ولاتسيو وليتشي. التهمة وجهت لقائد البيانكوتشيلستي ستيفانو ماوري الذي أودع السجن لفترة قصيرة في أيار مايو 2012 قبل أن يطلق سراحه تحت باب خرق مبادئ الأمانة والنزاهة. إخلاء السبيل لم يبعد الشكوك عنه، خصوصا أن المدعي العام ستيفانو بالاتسي طالب بإنزال أقصى العقوبات عليه، والتي وصلت إلى إيقافه عن اللعب لأكثر من 4 سنوات وحسم 6 نقاط من فريقه لاتسيو إضافة لغرامات مالية. لكن ذلك لم يحصل، ما تم إقراره إيقاف ماوري لنصف سنة وتغريم لاتسيو ب40,000 يورو دون استخدام عامل خصم النقاط. حلقة ماوري استخدمت في وقت سابق مع مدرب يوفنتوس أنطونيو كونتي الذي خفضت عقوبته بالإيقاف من 10 أشهر إلى 4، ومدافع البيانكونيري ليوناردو بونوتشي الذي كاد يعدم رياضيا بالإيقاف لأكثر من 3 أعوام. ومن يتذكر يعلم أن كونتي خفضت عقوبته وبونوتشي خرج بريئا. الحلقة الجديدة من مسلسل مافيا الكالتشيو تدعو للتساؤل: هل ما يتم التعامل فيه في قضايا واضحة كالشمس في رابعة النهار سيقضي على حالة ليست وليدة اليوم في الكالتشيو، أم أنها تفتح المجال للأندية بلاعبيها لأخذ الحرية في سوق لن يغلق ما دام رواده كثر؟